السلام عليكم. لو محتارين ومش عارفين تعملوا غدا ايه يبقى يلا بينا على طول نعمل الفطاير السهلة السريعة اللي مش بتاخد منكم وقت خالص، وكمان مش هتاخد منكم تكلفة زي ما هتشتروها من المحلات من برا، وصدقوني في البيت أحلى وأطعم بكتير جدا. هعمل معاكم النهاردة الفطاير المحشية بخطوات سهلة جدًا وتريكات بسيطة هتنقل معاكم الطعم في حتة تانية خالص. معايا 6 كوبايات من الدقيق نزلت عليهم بمعلقتين كبار من اللبن البودرة، كمان معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، والخميرة الفورية هنا مهمة جدًا علشان خاطر بترفع معايا العجينة بسرعة. مهم جدًا بنضيف رشة بسيطة جدًا من الملح عشان خاطر تعادل معايا الطعم. باقلب كل المكونات الجافة دي مع بعض كويس جدًا علشان خاطر كلهم كده يندمجوا مع بعض. طبعًا ايديكم لازم تكون نضيفة ومنشفينها كمان كويس. بعد ما قلبت كل المكونات الجافة اللي معايا بنزل بقى بالسوايل بتاعتي. أول حاجة بضيف بيضاية متوسطة وتكون بدرجة حرارة الغرفة، وعليهم كوباية من الزبادي، أيا كان زبادي انتوا اللي عاملينه في البيت أو شاريينه من برا. يا سلام لو انتوا اللي عاملينه في البيت هيعزز معاكم الطعم جدا. بقلب بقى المكونات دي كده مع بعض واضيع الزبادي مع البيض كويس جدا في الدقيق واخليهم كده كلهم يتجانسوا مع بعض، والخطوة دي مهمة جدا في البداية. بعد كده بكون مسخنة بقى معايا حوالي كوبايتين أو كوبايتين وربع من المية على اللبن، يعني بضيف حوالي كوباية من اللبن وكوباية من المية وكمان ربع كوباية من المية. التوتال بتاعهم بيكون كوبايتين وربع على حسب العجينة بتاعتكم أو نوع الدقيق بتاعكم. ممكن تاخد كوبايتين بس وممكن تاخد كوبايتين وربع، فده بيكون على حسب نوع الدقيق. طبعا بكون مسخناهم كويس جدا يكونوا دافيين. بنزل بأول كوباية تختفي معايا تماما، وعلى طول ببدأ أنزل بالكوباية التانية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بضيف نص كوباية وبعد كده تختفي معايا واضيف النص كوباية التانية لحد ما ألم العجينة بتاعتي والقوام بتاعها معايا يكون مظبوط. أهم حاجة إن انتوا تعجنوا في العجينة كويس جدا لأن ده سر من أسرار نجاح العجينة معاكم، وكمان إن هي تكون هشة جدا وطرية. العجينة لازم تتلم كويس جدا كده زي ما انتوا شايفين، وتكون بتلزق معاكم حاجة بسيطة جدا وفي نفس الوقت تكون ملمومة كده معاكم كويس. بضيف عليها في النهاية معلقتين كبار من الزيت وبعجنهم كلهم مع بعض لحد ما يوصل معايا شكلها للقوام اللي انتوا شايفينه ده. وعلى الوش بضيف بقى دهنة بسيطة جدا من الزيت، وبسخن الفرن قبلها لمدة 5 دقايق علشان خاطر بس يكون دافي معايا ويساعد ان العجينة ترتفع معايا بكل سهولة. بغطيها وبدخلها الفرن حوالي ساعة. طبعا بكون قفلت الفرن، هو بيكون بس مجرد ان هو سخن معايا. يلا بينا نعمل الصوص. بجيب الطماطم وبقطعها 4 كده بس ما بوصلش للنهاية، وفي مية بضيفها فيها مية عادية جدا وبسيبها بقى تغلي معاها. واضيف معاها 3 فصوص من الثوم، وكمان ممكن شرايح كده من الفلفل الالوان وفلفل سبايسي. اول ما القشرة تتشال كده معايا يبقى كده الطماطم بتاعتي جاهزة. على طول بشيل القشرة واخدها على الخلاط وبضيف عليها رشة خفيفة من الزعتر، رشة خفيفة من الفلفل الاسود، ورشة خفيفة من البصل البودر، ومعلقتين كبار من الزيت. وبظبط الملح بتاعي وده بيكون القوام بتاع الصلصة. الحشوة بتاعتي بقى ممكن تستخدموا اي حشوة. الحشوة بتاعتي عملت شرايح كده من الفراخ بقطعها وبتبلها بمعلقة كبيرة كاتشب، معلقة كبيرة من المايونيز، معلقة كبيرة من الزعتر والفلفل الاسود، وبضيفها كده على النار تتشوح. وبنزل عليها بحوالي شرايح من المشروم حوالي 3 حبات، وممكن كمان شوية من الفلفل الالوان. عملتها معاكم كتير قبل كده فحبيت ان انا اختصر عليكم وقت الفيديو، فبشوحها وبتطلع معايا بقى بالشكل الخطير اللي انتوا شايفينه ده. كمان بقى بقطع معايا شوية كده من الفلفل الالوان والفلفل الاخضر والفلفل السبايسي والزيتون. دي حبشتكنات بقى كده بنحطها علشان خاطر تخلي الطعم خطير وكمان تخلي الشكل بتاعنا شكله حلو. ممكن كمان تحشوها بحشوة كده من العصاق باللحمة المفرومة. أي حشوة عندكم ممكن تحشوها بميكس جبن، بس ممكن تحشوها بميكس جبن وشيدر زي ما انتوا حابين. أي حشوة عندكم هتنفع. ممكن تونة، ممكن تعملوها بقطع جبنة قريش زي ما انتوا حابين. هنا بقى العجينة كانت اختمرت معايا تماما. ببدأ اخد كده منها كورة، بضيف رشة خفيفة جدا من الدقيق على الرخامة علشان خاطر اعرف اشكل العجينة.
وعلى طول ببدأ أفردها بقى بالطول كده زي ما انتوا شايفين بالمنشبة، وبتحاولوا تظبطوها طول ما انتوا بتفردوها كده على قد ما تقدروا وتسووها بايديكم بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. لو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا متنسوش تكتبولي رأيكم في الكومنتات، ومتنسوش تقولولي انتوا بتتابعوني منين. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة علشان خاطر يوصلكم كل وصفاتي. كده بقى انا فردتها بالطول كده زي ما انتوا شايفين، وعلى طول بقى بضيف الحشوة بتاعتي. انا هنا ضفت حشوة جبنة موتزاريلا الاول، وبعد كده ببدأ ان انا اقفل الاطراف بتاعتي كويس جدا. لازم تقفلوها وتضغطوا عليها كويس جدا علشان خاطر ما تفكش منكم، والخطوة دي مهمة جدا لان ممكن تفك منكم وهي في الفرن. فبضغطها بقى كويس جدا، وبعد كده بالنشابة بفردها بالطريقة دي. بكون مجهزة بقى الصينية بتاعتي، بنفضها كويس جدا طبعا من الدقيق، وبكون مجهزة بقى الصينية بتاعتي، وعلى طول بعمل فيها فتحة بقى كده بالسكينة علشان خاطر أبدأ أحشيها الحشوة بتاعتي الأساسية. ده كده بيكون أول شكل وأول طريقة معايا. ممكن طبعا تستغنوا عن حشوة الجبنة الموتزاريلا زي ما انتوا حابين، ممكن تضيفوا أي نوع من الجبن زي ما قلتلكم. على طول بقى بضيف الصلصة بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وعلى طول بضيف عليها شرايح الفراخ والمشروم، وبضيف بقى اي نوع من الحشوة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كمان بضيف بقى شوية كده من الجبنة الرومي او الجبنة الشيدر، او ميكس ما بينهم، او تضيفوا جبنة موتزاريلا زي ما انتوا حابين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. زينوها، هتحسوا بجد ان انتوا بتعملوا حاجة حلوة جدا، وهتكونوا مبسوطين كمان بشكلها وانتوا بتعملوها. في الاخر بقى بمسح الاطراف كده برشة خفيفة من المية علشان بس الدقيق ما يتحرقش معايا. ده تاني شكل معايا، بفردها كده برضو زي ما انتوا شايفين، بس حبيت ان انا اعمل حجمها يكون اصغر شوية. ممكن تعملوا حجمها صغير، ممكن تعملوا حجمها كبير، زي ما انتوا حابين، انتوا اللي بتتحكموا في العجينة. انا هنا الحشوة بتاعتي على طول كانت لحمة مفرومة، وعليها كده شوية من الجبنة الرومي، وبرضو بقفلها بنفس الطريقة. بقفل الاطراف كويس جدا علشان خاطر ما تفكش مني، شايفين؟ وبعد ما بقفل الاطراف بتاعتي برضو بفردها كده بالنشابة فردة كده بسيطة بالشكل ده علشان خاطر ما ترققوهاش قوي، وبرضو بنفضها كويس جدا من الدقيق، وبعمل فيها كده زي شرايح بالسكينة، وبرضو بدهنها بالوش كده بالصلصة زي ما انتوا شايفين. طبعا الصلصة احنا حاطين عليها بقى معلقة من الزعتر، بتنقل معانا الطعم في حتة تانية خالص. وعلى الوش ضفت كده شوية من الجبنة الموتزاريلا بالشكل ده. والجبنة الموتزاريلا عشان تديكم افضل نتيجة لازم تكون بدرجة حرارة المطبخ. كمان زينتها بقى بشوية من الفلفل الالوان والزيتون. زي ما قلتلكم اي حشوة عندكم هتنفع ان انتوا تحشوا بيها. هنا برضو كنت حشيتها من جوه، وعلى الوش ببدأ ان انا اضيف الجبنة الموتزاريلا واضيف كده عليها الزيتون. بسخن الفرن بقى على درجة حرارة 180 رف اوسط. بتدخل معاكم الفرن حوالي من 10 دقايق ل15 دقيقة، مش اكتر من كده. بس الفرن لازم يكون سخن معانا كويس جدا قبلها، وبدخلها بقى الفرن. بتطلع معايا بقى بالشكل الخطير اللي انتوا شايفينه ده. لو ما احمرتش من على الوش ممكن تشغلوا الشواية اخر دقيقة. عايزة اقول لكم ان دي احلى واسهل طريقة فطاير بعجينة هشة جدا وطرية، وطعمها بجد لا يقاوم. بنشتريها من بره بكتير قوي، هتعملوها في البيت وهتعملوا كمان منها كمية وتفرحوا اولادكم، وكمان ممكن تعزموا على الجيران بأقل التكاليف. وبجد بأقل حاجة هتعملوها في البيت، هتحتاجوا بس شوية مية ودقيق، وباقي الإضافات انتوا اللي بتتحكموا فيها، وانتوا اللي بتضيفوا الحشوة اللي انتوا حابينها. شايفين قد ايه بقى العجينة طرية جدا معانا؟ عايزة اقول لكم بجد ريحتها هتجيب معاكم لآخر الشارع. اللي هيجربها مرة مش هيبطل يعملها أبدا من حلاوتها. جربوها بقى، متنسوش تكتبولي رأيكم في الكومنتات. ولو انتوا أول مرة تشوفوني متنسوش تعملولي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصلكم كل وصفاتي. متنسوش دايما ان معبوسي طه دايما حلاوتها في تتبيلتها. وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة.